المحل ده كان كويس جدا، معروف عندنا في الملك في الفلكي، وكان معايا مبلغ 100,000. المفروض كنت هعمل بيه عملية في الصيف، فروحت جبت غويشة فطلعت صغيرة شوية. فقلت له يا اللي هو صاحب المحل ده، انا عايزة اكبرها شوية واسعة شوية. قال لي خلاص سيبها الاسبوع الجاي، تعالي خدي واحدة كبيرة شوية. قلت له خلاص تمام مفيش مشكلة، والفاتورة هيت واسمك فيها وهو مضيلي عليها. اخدتي فاتورة؟ اخدت فاتورة تمام. بالمبلغ وبالعدد الجرامات. ما ينفعش اصلا ده بيتباع بدون فاتورة؟ ماشي، لا مفيش الكلام ده. والله في ناس عاطياله حاجات من غير الفاتورة يثقوا فيه. فالمهم اسبوع والتاني يا صاحب المحل قال لي الدنيا واقفه في حرب، طب خلينا على العيد الصغير، طب في العيد كل ده عيد الحب. الغويشه اللي ما كانتش مناسبه معاكي هي معاه اصلا في المحل؟ معاه، ده انا عطيتها له خدها حطها. ليه ما حطها؟ اخدتيهاش؟ حضرتك ما خدتهاش ليه؟ ما هي ثقه برضه، هو قال لي هجيب لك مكانها. طب بدل ما تخليها وتشيلها عندي كم منا في البيت، هبيعها واجيب لك التانيه كمان اسبوع. الاسبوع عدى في 2 في 3 في شهر، وعلى هذا الوضع جينا اتفاجئنا. يوم بقى ما اتمسك لقينا بقى على النت الدنيا مقلوبه عليه. رحنا قعدنا مع اهله، يا جماعه الدنيا قالوا ما فيش حاجه، ده خلاف بسيط وحاجتكم موجوده واللي انتوا عايزينه بكره بعده هنخلصوا وهنتصلوا عليكم ارقام تليفوناتكم وفواتيركم. يعني المهله اللي كانت ما بين ما اعطيتي له الغويشه لغايه ما هو قال لك هوفرها لك كانت قد ايه؟ يعني حوالي بتاع شهرين. قعد شهرين عشان يجيب واحنا كان عارفين ان هو فاتح محل جديد جنب المحل بتاعه، ومحل ما شاء الله كبير جدا. ويا جماعه انا هفتح المحل، حابه لقينا المحل بتاعه فضي وناس كتير في المحل طالعه. فلقيتي ان هو في ناس عامله محاضر ضده وهو اتحبس. اتفاجئنا لما اهله بقى قعدوا يدونا وعود وما يطلعوش. قالوا لكم هنرجع الفلوس وخدوا ارقامنا وخدوا الفواتير بتاعتنا، وبكره هنتواصل معاكم وبعده هنتواصل معاكم. عطونا بتاع 5 6 مواعيد وما كانوش صادقين معانا في الكلام. رحنا عمه قال هخلصكم يوم السبت، خاله قال حق عندي، عيال عمه واخواته اللي في المحل قالوا عندنا الحاجه دي الاسبوع ده هتخلصوا، كمان يومين كمان 3. وعلى هذا الوضع لقينا بقى ما فيش حد قد كلامه، والنية ما فيش نية لسداد فلوس الناس. رحنا كلنا عملنا محاضر في اسم ثالث. ايوه عملت عملت بقى لي حوالي 15 يوم. طيب انتوا بتطالبوا بايه؟ عايزين ايه؟ احنا والله كل اللي احنا عايزينه ان هو يطلع بالسلامه لبيته ولاهله، الله يصلح حاله. وعايزين فلوسنا ديت حاجه الناس دي تروح لها. في ناس مقهوره على فلوسها دي، في ناس بيوتها اتخربت، في ناس اتطلقت، في ناس عايزه اقول لك واقفين على عمليات. الدنيا بايظه مع الناس كلها. كل واحد كان حاطط شقه عمره في الحاجه دي، حاططها عشان يكسب فيها، سايبها الوقت زنقه الوقت ضيقه، مش عشان واحد ياخدها ويتحبس ولا الشقه النص يروح. وهو كان بتقولوا حصل له موقف معين، فقد فلوس او حاجه؟ حضرتك عندك خلفيه عن الموضوع ده؟ احنا عندنا خلفيه ان هم بيقولوا حصل حاجه، اللي يقول خسر فلوسه واللي يقول حاطط فلوسه. سمعنا ان هو في المحكمه حاطط فلوسه في ذهب. يعني في خساره هو اتعرض عنها ما نعرفوش، ما هو الاقاويل كتير. تمام. يعني في حد منهم قال لك لا ده هو شاري ذهب في القاهره بتاع 10 كيلو، واللي يقول لك 40 كيلو، لحد ما هو طب طلعوني وانا رايحه اجيب الحاجه وادي للناس فلوسها. كل واحد ليه كلمه، الله اعلم بالحقيقه فين. طيب مش عارفين بحضرتك؟ انا اسمي الحاجه. كنت بتعامل مع الشخص ده، المحل ده بقالي سنين. انا من ضمن اللي كنت بشتري منه، وكنت بشتري والدنيا كانت ماشيه تمام والدنيا كانت ثقه، مفيش حاجه. اشتري منه يقول لي بكره ماشي، يقول لي شهر ماشي، كان في ثقه متبادله بينا وما كانش في اي حاجه. بس في الاسبوع ده او الشهر ده بالتحديد انا رحت ابيع. كنت ببيع ذهب مش بشتري، وانا مش بتعامل معاه كمثلا في تجاره او في اي حاجه، لا انا كنت طول عمري بشتري ببيع. فانا الشهر ده كنت رايحه ابيع زي اي حد كان من اصدقائي اللي هم وقعوا في المشكله دي ببيع. فقعد يقول لي بكره بعده، كان الصراحه بيديني
اجزاء انت من بتبيعي المبلغ. بكميه كام جرام؟ يعني انا كنت ببيع انا وبنتي، فانا كنت الجرامات اللي تخصني حوالي يعني بالمبلغ 265,000 اعطاني 100,000 وناقص 100,000 وناقص 165. يعني انا كنت ببيع من 265 اعطاني 100 وناقص 165. انا يعني انا مع قبل الواقعه دي بيومين ثلاثه هو ابتدى يشيل او باسبوع ابتدى يشيل الذهب من المحل، وابتدينا نقلق يعني في ايه، فقال لك لا بعمل صيانه. ما كناش عارفين غدر خالص. انا من ضمن الناس اللي جانا عليهم، لان انا من الضحيه. يعني انا ما كنتش حاطه اخوانا، ما كنتش عامله ان انا يعني ان ممكن ده يحصل. انا لا بنام ولا باكل. رجع لك جزء من المبلغ ولسه هو اعطاني جزء من المبلغ وناقص لي جزء كبير برضه. ما استفدتيش معاكي جزء الذهب اللي هو ايه؟ ما كانش في دماغي. لا ما كان في ثقه. لا خالص. ما كانش في حتى ان ادنى شك 1% ان هو ممكن يحصل اللي حصل دوت. انا ما خونتوش ودي غلطتي، وما خدتش الحذر ودي غلطتي. انا يعني انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش عاوزه اي حاجه. ايه اللي حصل بقى؟ بسجنه. يعني ايه اللي حصل بعد كده وخلاكي تعملي محضر ضده؟ اللي حصل بعد كده ان احنا ابتدينا نروح له بما يرضي الله. يا ابني اللي هو بعد ما اتسجن المفروض اللي اهله بيحلوا، عمه وخاله ابوه بيتهربوا مننا. احنا روحي وابتدوا ينهرونا، روحي واحنا نتصل ولا اي حاجه من دي. انا بكلم حضرتك وانا ثابته جدا. انا مش عاوزه اقول لك عن القصه بتاعتك ما بنامش. هو يعني لقيتيه ان هو في اجراء قانوني اتخذ ضده وعملتي محضر برضو؟ لا انا ما عملتش محضر. انا ما عملتش محضر الا اخر تقريبا في اخر الناس اللي عملوا محاضر. ليه؟ لعدم جديه ان هم بيحلوا. انا بناشد النائب العام. انا بناشد النائب ده المبلغ ده اللي كانت بتبيع عشان تاكل عيالها، اللي كانت بتبيع عشان بتربي يتامى، اللي كانت بتبيع. مش احنا كنا يعني من الناس اللي احنا كنا ما عندناش اي ادنى خيانه. وبعدين احنا ارجوك تقف جنبنا وتعمل اي حل. احنا مش هنستفيد بسجنه. يعني مستعده للتصالح لو هو ابدى نيه الصدق. احنا مستعدين للتصالح، وكل اللي معانا مستعدين للتصالح اذا هم ابدوا استعداد فعلا ان هم يحلوا. هم ما بيحلوش، هم مبهدليننا. لحد دلوقتي ما وصلش اي حاجه. ما وصلش لاي حاجه مبالغ او شيء يثبت هذا. شكرا لحضرتك. لا هو قبل ما قال لي مع حضرتك انا عاوزه اقول لك ان انا ما بنامش زي كل الناس اللي اتبهدلوا زيي. انا بروح محاكم ليه؟ انا داخله محاكم ليه؟ انا كنت رايحه ببيع. انا ادخل محاكم ليه بين الناس وليه اتبهدل كده؟ وليه شحططونا وقولوا لنا بكره وبعده وبكره وبعده مرميه في الشارع ليه؟ عشان انا مش عارفه انام. انا ما بنامش وزي كل الناس اللي وقعوا في نفس المشكله. انا بناشد اي مسؤول ينجدنا ينجدونا يحلوا. يعني حد يحل لله خالصة. يعني نجدونا لله خالصة. انا خلاص انا مش عارفه خلاص اكل ولا اشرب ولا اعيش حياتي من الظلم اللي وقع علينا. انا مش عارفه.